السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعضينا الفينو اللي احنا بنشتريه من الافران بمناسبة قرب دخول المدارس. بمناسبة قرب دخول المدارس اللي هنعمله مية وملح، بس انا هعمله باللبن رايب. اللبن الرايب بيبقى حلو اوي في المعجنات. يلا نبدأ بسم الله. ونقول معايا انا معايا هنا كيلو الا ربع دقيق نخلاه طلع منه الهواء. معايا ربع كوباية زيت، نحط معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة الا ربع خميرة فورية، معلقة بس مش مليانة اوي زي ما حضراتكم كده شايفين. معلقة الا ربع سكر، وذرة ملح، او نقلب المكونات الجافة مع بعض. وهنعمل بقى اللي هتطلع لنا المعجنات بتاعتنا حلوة. هنعمل محسن الخبز. هنعمل محسن كوباية دقيق، ونضيف عليها كوباية مية، وهنقلبهم ونسويهم على البوتاجاز. ناخد زي ما انتوا شايفين كده كوباية الدقيق مع كوباية المية، وهقلب حضراتكم كده زي ما انتوا شايفين لغاية هتتماسك. البوظ منك بتعملي تاني. انا خلاص عملت محسن الخبز بتاعي زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. هضرب كوباية الزيت واقلب، اضيف اللبن رايب، احط معلقة خل. معلقة الخل دي هتفعل الخميرة بتاعتي. هنا كده عجنة كيلو دقيق، كيلو الا ربع دقيق. عملت المحسن الخبز بربع يبقى كيلو دقيق. بتاعتي هضيف لها معلقه قشطه، لو ما عندكمش متاح عندكم القشطه حطوا معلقه سمنه عشان تعلي التيست بتاع المعجنات بتاعتنا. بس حضراتكم احنا اتفقنا العجينه بتاعتنا ممكن تشكليها اي معجنات عاوزينها، باتيه، كرواسون، مولتو. العجينه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. بصوا بعمل فيه ازاي، بفرد كده بلم كده حضراتكم وبقفل كده. بعمل كده حضراتكم. عاوزين رغيف اكبر من كده هتكبروا قطعه العجينه اهو، احطها الحته اللي انا لماها قدامكم.
اعملي بقى الباقي مع نفسك. حضراتكم في كده حضراتكم حاطه معلقه لبن مع معلقه عسل، واللي حابب يعمل بالبيض مفيش اي مشكله، وبدهنه كده حضراتكم قبل ما يختمر. وش عليه كده السمسم، وهسيبه يختمر وهدخله الفرن الحرارة 180 لما يستوي نرجع لبعضنا نشوفه. انا خلاص الفينو بتاعنا استوى، طلعته من الفرن زي ما حضراتكم كده شايفين منظر الفينو، منظر يفتح النفس. ايه رايكم؟ بصوا 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 الفينو، بصوا قلبه، الطريقه بتاعته. انا قلت لحضراتكم طبعا ان العجينه ديت تقدروا تشكلوا منها كذا شكل، مولتو، باتيه، كرواسون. بصوا حضراتكم حاجه منتهى الجمال. اعملوه بالطريقه اللي انتوا شفتوه في الفيديو، هيطلع احسن من ده باذن الله. ينفع لاولادكم في المدارس، في الحضانه، ينفع تفطري بيه الصبح احسن ما نروح نشتري حاجات من الفرن. عارفين رغيف الفينو بجنيه ونص وب2 جنيه، من كيلو دقيق هتعملي كميه قد كده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.